السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم تيفي. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا فغادي نوجد معكم وصفه زوينه بزاف بالجزر او خيزو. اذا فكتجي عباره عن سلطه دافئه رائعه ولذيذه، والاهم انها كتوجد بسرعه وبمكونات اللي هي بسيطه ومتوفره عندكم في البيت. اذا فغادي ناخذوا خيزو كيف شفتوا معايا هنا عندي 500 غرام، عندي نصف كيلو ديال الجزر اللي طبعا غسلته وقشرته، وغادي نحكوه في الحكاكه الغليظه. من الافضل يكون في الغليظه، ولا ممكن نديروه حتى في الحكاكه المتوسطه، يعني باش يبقى يبان لينا ما يذوبش هذا الخيزو فاش نطيبوه. اذا هنا كيف كتشوفوا عندي هكذا هاد الاله، يعني سهلت عليا الشغل. ففي لحظه هكذا حطيته، ها هو تحك لي كامل في الحكاكه الغليظه. صافي ها هو واجد باش نحطوه في الطنجره ونحطوه فوق النار يطيب. اذا الا عندكم اي حاجه هكذا ممكن انكم تستعنوا بها، يعني باش ما توقفوش بزاف في المطبخ. اذا انا حطيته هكذا نحطوه هكذا في الطنجره فوق النار، نشعل عليه وتشوفوا ان شاء الله المكونات اللي غادي نضيف ليه. اذا بالنسبه لهنا كيف شفتوا معايا الجزر عندنا 500 غرام، يعني نصف كيلو. ممكن طبعا انكم تضاعفوا الكميه ولا تنقصوها على حسب عدد افراد الاسره. ضروري ما غادي نديروا معاه الثومه، والثومه نديروها بشويه كثيره باش كيجي لذيذ بزاف وكيجي صحي. اذا هنا عندي 3 الفصوص ديال الثوم، فغادي نعصرهم بحال هكذا كاملين، 3 الفصوص كبار ديال الثوم. بالنسبه للنار فدرتها متوسطه ولا اقل شويه من المتوسطه. درت 2 معالق ديال زيت الزيتون، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. اللي ما عنده زيت الزيتون ممكن انه يطيب بالزيت العاديه، زيت النباتيه. درت الملح تقريبا واحد الملعقه صغيره ولا اقل شويه. غنديروا كذلك التحميره، هانتوما كتشوفوا معايا ملعقه صغيره ديال التحميره ولا الفلفل الاحمر. غادي نكمل بقيه التوابل، يعني التتبيله اللي كتواتى مع هذا الجزر. فغادي ندير واحد شويه ديال الفلفل الاسود، ما كنكثرش ليه بزار، درت غير هكذا غير راس ملعقه من الفلفل الاسود. وغادي ندير كذلك الكمون، فكيجي زوين بزاف مع الجزر. درت واحد نصف ملعقه صغيره من الكمون. اذا هذه هي التتبيله اللي غترافق هاد الجزر اللي عندنا اليوم. اذا صافي ما بقى لي الان غير نخلط المكونات، واللي كيبغي الحار يدير شويه الهريسه اللي كان الهريسه المعجونه، ولا بحال هاد الفلفله الحاره اللي مطحونه، هذه كنوجدها في الدار سبق لي شاركتها معكم. اذا فغير الفلفله الحاره كنحطها هكذا في واحد البلاطو في الشميشه في السرجم ولا في السطح حتى كتنشف مزيان وتقرمش. ومن بعد فكنطحنها هكذا في الميكسور ديال العطريه، فكتولي عندي بحال هكذا زوينه ورائعه، كتبقى مده طويله بزاف ما كتخسرش نهائيا. وكنكونوا عارفين انها فعلا حار، يعني ما مخلط بحتى شي حاجه اخرى. اذا غادي نخلط هاد المكونات كلها، هاد العناصر اللي درنا هنا هانتوما كتشوفوا حتى كيندمج ليا الجزر مع بقيه المكونات. وفي هاد الاثناء كنت دايره حدايا هكذا الماء يطيب، يعني باش بسرعه يوجد لينا. فتقريبا نخوي الماء كنروي بواحد الكويس ونص، تقريبا واحد الكاس ونصف ديال الماء عادي ديال كؤوس الشاي، كاس العنبه هذا غير تقريبا، يعني انا ما عبرتش الماء. فتقريبا هكذا يعني كيجي قريب يغطي هذاك الجزر، وكنغطيو عليه وكنخليوه يطيب على راحته، راه ما ياخذش نهائيا الوقت، بسرعه كيوجد. اذا غادي تخليوه حتى يبان لكم هكذا بدا كينشف، فتقلبوا راه بسرعه كيطيب لانه غير محكوك، يعني ما كياخذش الوقت. تقريبا واحد 18 دقيقه هنا خليته، بين 18 حتى ل 20 دقيقه، فلقيت انه طاب. فغادي نزيد عليه شويه القزبر ومعدنوس. القزبر ومعدنوس كيعجبني هكذا نخليه حتى المرحله الاخيره. انا كنت يلا قطعته غير فاش درت هكذا خيزو يطيب، فقاديت هكذا القزبر ومعدنوس نقيتهم وغسلته، ومن بعد ما نشف قطعته. انا درته هكذا طري وزوين، كنكثر منه شويه، درت واحد ملعقه كبيره ممتلئه. صافي خلطت المكونات كلها مع بعضها واحد دقيقه ولا 2 دقائق ونطفي عليه. هنا درت واحد الملعقه ديال عصير الليمون الحامض، حتى هو كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الجزر. صافي اذا دابا راه الخيزو طايب كلشي هو هذاك، يعني درت غير القزبر ومعدنوس والعصير ديال الحامض، واحد 2 دقائق يندمجوا مع بعضهم. صافي ونطفي النار ونقدموه.
هانتوما غتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو فاش غادي نقدمو. اذا فكيجي على هذا الشكل، كيجي ناشف وزوين بزاف، معلك بهذيك التتبيله، كيجي لذيذ يعني. داك المذاق بين الحلاوه د الخيزو والحار اللي درنا فيه هكذا شويه الهريسه والحموضه ديال عصير الحامض، فكيجي رائع، مذاقات فيه مختلفه واللذه عجيبه فيه. ممكن اللي بغى هكذا يخلي شويه د المريقه فاش يغمس، ممكن انكم تخليو فيه شويه د المريقه، يعني تطفيو قبل ما ينشف لكم هكذا تماما. فانا كيعجبني هكذا بهذا الشكل على شكل سلطه. يعني الا كنتو غتقدموا معاه غير النواشف هكذا، خضيره مسلوقه وشي حاجه هكذا مبخره ولا الحيمه مشويه ولا، فممكن انكم تخليو فيه شويه د المريقه باش تغمسوا، فحتى هو كيجي زوين ولذيذ. زينتو هكذا بشويه د القزبر ومعدنوس. اذا فهذا هو الشكل ديالو، زوين لا في الشكل ديالو في المنظر. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا منه. وإلا عجبكم ما تنساوش كيف العاده دعموا القناه، تخليونا الاعجاب ديالكم، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده باذن الله. خليتكم في امان الله، السلام عليكم.